ميدو لما قابل كوجي مع الفوج الياباني ما افتكرش انه شافه قبل كده لما اتفوق عليه في معسكر، لكن كوجي لاحظ ميدالية مفاتيح ميدو اللي فيها ميدالية المركز الأول في المعسكر. كوجي طلع ميداليته اللي فيها المركز التاني، وفكر ميدو بنفسه وحكاله عن دراسته المهنية وعن مصنعه الصغير اللي بناه في اليابان. بص ميدو لنفسه وملقاش حاجة يحكيها يفتخر بيها، ومحققش حلمه في انه يبقى حاجة في بلده. حاول يرجع بذاكرته امتى احلامه دي اختفت وبقت ماضي. اكتشف ان السبب في الثانوية وقبلها الاعدادية والابتدائية كمان، يعني التعليم خلاه يتدمر هو وكل اصحابه اللي ما يعرفوش حاجة عن العلم. ميدو قرر ما يكملش في سكة انتظار ان مصر تصلحها الحكومة الجديدة لوحدها، وقرر ان اولاده الصغيرين لازم يتعلموا تعليم على اعلى مستوى في قريته في مصر. دخل على الانترنت دور على التعليم والمناهج في دول زي امريكا وانجلترا واليابان، لقى ان في الدول دي المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية اللي على فكرة ملهاش علاقة بالحكومة ليها دور اساسي في كل حاجة في التعليم، من اول المساهمة في بناء المدارس ولحد الادارة والمناهج ودعم المدرسين. هنا ميدو جمع اهله واصحابه واتفقوا يعملوا جمعية مجلس اباء في القرية، واول نشاط عملوه نادي للعلوم في مدرسة القرية. وبعد كده ميدو واصحابه اخدوا معايير المناهج من على النت وترجموها بالعربي بطريقة توصل المعلومة بسهولة، وادوها للمدرسين يعملوا حواليها أنشطة، واتفقوا ان هم يكافئوا المدرسين اللي تلامذتهم شاطرين، وان المدرسين دول يصوروا دروسهم فيديو وينزلوها على اليوتيوب وكل الطلبة يشوفوها عشان يعيدوا براحتهم اي حاجة مش فاهمينها. واحد من القرية عنده سايبر خصص 3 أيام في الاسبوع مخصوص عشان الاطفال يشغلوا دروس تعليمية من على اليوتيوب ويتعلموا البحث العلمي المفيد على النت، وجمعوا فلوس تبقى تحت اشراف المجلس يدفع منها مكافآت للمدرسين اللي هيحسنوا من نفسهم وهتتحسن نتيجة فصولهم. وقرروا كمان يبعتوا المدرسين كل فترة لدورات تدريبية وندوات، واتفقوا ان هم يصلحوا مبنى اكبر مدرسة في القرية بايديهم، واتصلوا بواحد حبيبهم في القرية فاتح مدرسة خاصة كبيرة في القاهرة عشان يساعدهم ويفيدهم، واجتمعوا مع مرشحهم لمجلس الشعب عشان يدعم فكرتهم. الكل اتحمس بالذات بعد ما ميدو نبههم ان كلهم لازم يهتموا بالتعليم، زي ما الكل راح ادى صوته في الانتخابات. ميدو كمان عمل موقع على النت وفيديوهات شرح فيها كل اللي اتفقوا عليه واللي عملوه خطوة خطوة، ومع الوقت لقوا محافظات كتير قلدوا الخطة بتاعتهم، فقرروا يتواصلوا معاهم ويعملوا جمعيات أكبر عشان كل واحد يقترح ويفكر. وكده ميدو بقى مرتاح إن أولاده إن شاء الله هيتعلموا أحسن، وبعد سنة ولا 2 هيكون شعب مصر بقى هو صاحب القرار اللي يقدر يحط التعليم في أولوياته ويغير بنفسه كل حاجة للأحسن. وهيكون بقى في مصر جمعيات أهلية كبيرة معتمدة من الدولة بتنهض بالمدرسين ودايما بتطور المناهج وأساليب التعليم، عشان ولاد المصريين يستاهلوا وحقهم علينا إنهم يتعلموا علم حقيقي، وحقنا عليهم لما يكبروا يقدروا يخلوا مصر زي اليابان وأمريكا.